ولكن مسألة أخرى طرحت في هذا المورد، أنه هل يجوز قتل الرهبان والقساوسة وأصحاب الصوامع أو لا؟ هذا البحث عندما نراجع إلى كلمات فقهاء العظام نرى أن فيه أقوال أو لا أقل من قولين. قول يقول أن الرهبان وهؤلاء لا فرق بينهم وبين الآخرين، يجب قتالهم وقتلهم، يبيح قتلهم، وفعل ذلك لا فرق بينهم وبين الآخرين إلا إذا كان مصنفا بسائر الأصناف، مثلا صار فانيا في العمر أو مقعدا أو مثل هذه الأعذار. ومنهم من يقول بأنه لا يقتل هؤلاء ولا يجوز قتالهم. فمن الذين قالوا أنه يجوز قتالهم مطلقا، يعني خصوصية كونهم رهبان أو القساوسة أو أصحاب الصوامع، هذه الخصوصية لا تمنع أن لا يقاتلوا وأن لا يقتلوا، بل هذا العنوان لا دخل له في مسألة القتال. كشيخ المقصود يقول رضوان الله عليه إن أهل الصوامع والرهبان يقتلون إلا من كان شيخا فانيا هرما عاظم الراعي. هذا الكلام صريح في أن أصحاب الصوامع والرهبان يقتلون إلا من كان شيخا فانيا هرما. قبل ذلك بحثنا حول الشيخ الفاني أن الشيخ الفاني لا يقاتل ولا يقتل، الذي لا خطر منه ولا ليس له قتال. وذكر هذا علامة الحلي في المختلف هذا الكلام، ثم أيد كلام الشيخ رضوان الله عليه، ذكر كلا القولين ثم أيد كلام الشيخ. طبعا هذا في المقصود، كلام الشيخ المقصود المجلد الثاني صفحة 12. والمختلف ذكر هذا الكلام وعلق عليه ورجح كلام الشيخ رضوان الله عليه في هذا الكتاب في مجلد الرابع صفحة 392. لكن المنتهى كذلك العلامة عندما نأتي إلى كلام العلامة في المنتهى نرى أنه في المنتهى كذلك رأيه هكذا، يقول الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كانوا شيوخا لهم قوة ورأي، حتى يذكر حالة الطعن في السن، إن كانوا شيوخا لهم قوة أو رأي، وكذا لو كانوا شبانا قتلوا كغيرهم إلا من كان شيخا فانيا. فيستثني الشيخ الفاني، ومعنى استثناء الشيخ الفاني إخراجه عن أما نحن فيه. كلامنا هل أهل الصوامع أهل البيع أهل الرهبان هل يقتلون أو لا، وهل يقاتلون أو لا؟ أنه رضوان الله عليه يقول إلا من كان شيخا فانيا. الشيخ الفاني هو من العناوين التي لا يقتل بما أنه شيخ الفاني، لا بما أنه صاحب الصومعة أو أنه من الرهبان. فعلى ذلك معناه أنه رضوان الله عليه رأيه كرأي الشيخ، أنه يرى قتال رهبان وأهل الصوامع مطلقا، إلا إذا خرج عن الموضوع التبدل الموضوع على تعبير آخر، صار موضوعا للشيخ الفاني، يعني الشيخ الفاني لا يجوز كما كان سابقا. فعلى ذلك مثل هذه العلماء الكبار يرون أنه لا فرق بين الرهبان وأصحاب الصوامع وسائر الناس، مثلهم مثل سائر الناس. ولكن ابن الجنيد رضوان الله عليه هو يقول الشيخ من أهل الحال إن كان له رأي وقتال أو قتال خاصة أو رأي خاصة قتل، ولو لم يكن له قتال ولا رأي لم يجوز قتله، وكذا الرهبان وأصحاب الصوامع. هذا الكلام الشيخ من أهل الحال، يعني إذا كان من المشركين الذين لا ذمة لهم، أو من أهل الكتاب الذين لا ذمة لهم. من أهل الحال ليس المراد من هو أهل للقتال
لا، من أهل الحرب في مقابل أهل السيف. إن كان له رأي وقتال أو قتال خاصة، هو يستطيع أن يقاتل ولكن ما عنده اختصاص حتى يدير الحرب، ليس له رأي في الحرب، أو رأي خاصة أنه لا يستطيع أن يقاتل ولكن هو لا زال يستطيع أن ينظر، أن يبرمج للقتال، قال قتل. ولو لم يكن له قتال ولا رأي لم يجوز قتله. إذا لا يستطيع أن يقاتل، ليس له قتال ولا رأي في القتال، لم يجوز قتله. هذا الموضوع موضوع الشيخ. ثم هناك يعطف ويقول كذا الرهبان وأصحاب الصوامع، إن هؤلاء كذلك إذا ليس لهم رأي ولا قتال لا يقتلون. ما المراد بقوله رأي ولا قتال؟ الظاهر أنه عنوانه جعل ذلك قسيما للشيخ، بما أنه قد جعلهما قسيما للشيخ، فمعناه أن الرهبان وأصحاب الصوامع سواء كانوا شيوخ أو كانوا شباب، إذا لم يكن لهم قتال ولا رأي في القتال لا يقتلون. والظاهر أنه رضوان الله عليه يرى إنما يقاتل من الرهبان من يشارك في الحرب، من له شأن في الحرب. من لا شأن له في الحرب لا يقاتل. والعلامة رضوان الله عليه في التحرير كذلك له كلام يمكن أن يحمل على ما قاله ابن جنيد، ويمكن أن يحمل إلى ما قاله الشيخ رضوان الله في المرسول، ووافقه العلامة كذلك في المختلف. يقول في التحرير: الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي وقتال أو قتال خاصة أو رأي خاصة قتل، ولو لم يكن له قتال ولا رأي لم يجوز قتله. وكذا الرهبان وأصحاب الصوامع. هنا كذلك يحتمل الأمرين، كذلك في القواعد، ورضوان الله عليه في القواعد كذلك يقول بما هو قريب من هذا المعنى، يقول: ويقتل الراهب والكبير إذا كان ذا رأي أو قتال.